احنا عمالين نشاور على الجرح اللي هو خبطه، اللي هو ان ابويا بيقارني باخويا وانا بلاقي نفسي ان انا اقل، او تعرض لايذاء، موقف انا شعرت فيه بالوحده الشديده جدا وشعرت فيه ان انا يتيم، بيحصل فيه حزن شديد جدا ووجع. الحزن ده ممكن اشعر بيه وممكن يدفن جوايا ما كنتش واخد بالي منه. لكن الاهم من ده ان بيحصل حاجه اسمها اتفاق. انا فعلا مش هقدر ابقى كده، او انا فعلا قليل، او انا عمري ما هنجح. اول ما انا بعقد هذا الاتفاق بيترمي جوايا وبيخش لاعماقي السحيقه، وبيبقى هو ده المحرك لكل امور حياتي بعد كده. سواء بقى اذا كنت هشتغل عشان اثبت لكل الناس ان انا استحق، او سواء ان انا هنسحب تماما واروح اشرب وابقى مدمن، هو ده اللي بيقود حياتي. وهنا دي حته مهمه قوي بتتولد جوايا او بتبقى هي الاساسيه المسيطره عليا، اسمها الذات المزيفه. بس احنا بداية الذات المزيفة اتفاق واعي مع فكرة، موقف الفكرة دي بيؤدي بتتحول بقى لمحرك غير واعي. بالظبط. عشان كده الله يبدأ يتكلم معانا في لوقا 9:24 عن فكرة قوية جدا. بتقول ايه الآية؟ من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. في دعوة الله لاكتشاف ذاتي الحقيقية بيبدأ يقول لي اهلك ايه هذه الذات المزيفة وتعامل معها.